اليوم أبغى أتكلم عن شيء فكرت فيه واجد وحسيت إنه صادم بصراحة. الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الشغل وسوق العمل في سنة 2025. قبل كم يوم شفت تقرير خلاني أفكر واجد. التقرير يقول إن الذكاء الاصطناعي في سنة 2025 سبب في اختفاء أكثر من 50,000 وظيفة في أمريكا. تخيل بس، في دولة واحدة الذكاء الاصطناعي دخل سوق العمل بسرعة وتأثيره وصل على حياة ملايين الناس. هالأرقام حتى أعلى من وقت جائحة كورونا سنة 2020، وبالمجموع تم حذف حوالي 1.17 مليون وظيفة في أمريكا. تعرفون أي مجموعة تأثرت أكثر من هالتغيير؟ الموظفين على المستويات الدنيا. فقط في شهر نوفمبر 2025 اختفت حوالي 71,000 وظيفة، ومنهم حوالي 6,000 وظيفة، يعني تقريباً 9%، تنسب مباشرة للذكاء الاصطناعي. لما أقرأ هالشيء أتذكر أحد أصدقائي اللي كان جديد في سوق العمل وكان دايماً قلقان على مستقبله الوظيفي. رؤية هالأرقام خلتني أفهم حقيقة إن الذكاء الاصطناعي مو بس ياخذ الوظائف، لكنه يغير طريقة التوظيف وقرارات الشركات بعد. الاقتصاديين بعد لهم رأيهم المثير للاهتمام. مثلاً ستيفاني راث كبيرة الاقتصاديين في شركة وولف ريسيرش تقول: ارتفاع بطالة الشباب ممكن يكون علامة على نمو الذكاء الاصطناعي. المشكلة مو إن الذكاء الاصطناعي يسوي شغلهم مباشرة، لكن الشركات تواجه عدم اليقين بالمستقبل وتريد تحافظ على مرونتها بعدم توظيف الشباب. ومع هذا مجلة فورتشن قالت إن قصة استحواذ الذكاء الاصطناعي على الوظائف المالية مبالغ فيها أكثر من الواقع. يعني الفرص موجودة، بس لازم تدخل سوق العمل بذكاء وتخطيط. كثير من شركات التكنولوجيا مثل أمازون عندها أكبر عدد من التسريحات، لكن المهم إن الذكاء الاصطناعي لوحده مو عدونا. اللي صعب الأمور هي قرارات الإدارة ومسارات المستقبل للشركات. حتى جيفري هينتون، واحد من الشخصيات المعروفة في مجال AI، حذر من البطالة الواسعة. لكن هذا برضو فرصة لنا. اللي يقدرون يشتغلون مع الذكاء الاصطناعي ويجمعون مهاراتهم مع التكنولوجيا هم نفس الناس اللي بينجحون بالمستقبل. باختصار، لما أشوف هالأرقام لازم نتذكر إن الذكاء الاصطناعي تحدي، لكن برضو فرصة. إذا كنا مستعدين نتعلم ونربط مهاراتنا مع AI، نقدر مو بس نثبت نفسنا بشغلنا، لكن نسبق الباقين كمان.